السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. قبل بداية الفيديو ضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. أتانا تحديث جديد البارحة. كان هناك تحديث ب 39 أو 42 ميجا فقط. الكثير لم يستطع أن يحمل اللعبة الكل، يعني على حسب هاتفك. هنالك من حمل التحديث ب 42 ميجا، وهنالك من يكتب له 42 ميجا، لكن هي راح تستمر إلى حد وصولها إلى 1.39 جيجا بايت. لا علينا. الآن أظن بأن الكل قد حمل التحديث الأشياء الجديدة التي جاءت في التحديث. هنا كما ترون في الأعلى، هنا كما ترون في الأعلى هنالك هذا من اللاعبين كيف هم حالتهم في حسب الواقع، يعني كيف يلعبون مع فرقهم في الواقع. مثلا ميسي قد أداء جيد، كوكي، فيرمينو، كلهم حيكونوا يعني باتل فورم. كما ترون هنا كلهم جيدون. عليكم أن تشاركهم إذا كان لديك منهم هذا اللاعبين في فريقك، فقد العب بهم المباريات لأنهم في حالة جيدة. أما الورست فورم كما ترون، هذول اللاعبين لم يؤدوا جيدا مع فرقهم في الواقع، فكما ترون سيكون في فورمة نازلة جدا. كما ترون تيشتيغن وكورتوا كازاميرو وفيدال لم يلعبون جيدا، سيكونوا هكذا. كما ترون هنا هذا اللاعب كما ترون أوير الحارس لم يلعب جيدا. هذا كما ترون هذا تحديث كنا ننتظره كنا ننتظر هذه الميزة، كنا ننتظر هذه الميزة لتأتينا، لأنها كانت لما ندخل نلقاها فارغ. أوكي، التحديث هذا لم يأتي بالجديد. التحديث هذا لم يأتي بالجديد، قد أصلح بعض الأشياء لكن ليس كل 25% أصلح الأخطاء. بعض الأخطاء 25% فقط. اوكي، اتانا احداث جديدة، احداث كالعادة. اضافوا فقط حدث الدوري الفرنسي، وفي هنالك بوكس درو كما ترون. قد فتحت من قبل لكن سأريكم الفيديو لما ننهي الحديث في هذا الموضوع. اوكي، ما لم يأتي بالجديد التحديث كما قلت لكم. نحتاج تحديث آخر ب 200 ميجا لعلم صيانات أو أشياء لتصلح الأخطاء التي في الجيم بلاي. هنالك أخطاء بالجملة عليها أن تتصلح، لكن في هذا التحديث لم يتصلح الكثير. اوكي، كما ترون سأترككم مع التفتيح. قد سجلت الفيديو التفتيح، وراح نروح التفتيح، ومنساش الضغط على اللايك واشتراك القناة. يلا نذهب إلى التفتيح.
caught in the crossfire.